احنا ممكن نكون بنسيب هيثم حسن جديد يضيع من ايدينا واحنا اصلا مش باصين له. تيبو جابرييل عنده 20 سنة، بيلعب ارتكاز دفاعي مع ماينز الألماني تحت 23 سنة، طوله 187 سنتي وجسمه ممتاز جدا كديفندر، متربي ككورة في ألمانيا من صغره، لكن في نفس الوقت معاه الجنسية المصرية وبيتكلم مصري، والأهم من كده إن هو مش غريب على منتخب مصر لانه لعب قبل كده مع منتخبات الناشئين والشباب وعارف الاجواء عامله ازاي. انا مش بقول ان احنا نضمه اساسي ولا بقول انه لازم يتفرض علينا، لكن بقول يتم استدعائه علشان يعيش معسكرات مع منتخب مصر الاول، ياخد خبرات كبيره ويتمرن مع لعيبه زي محمد صلاح ومرموش وامام عاشور، وفي نفس الوقت تقيمه وتتابعه عن قرب وتكون عندك الصوره كامله. يا اما تلاقي نفسك كسبت لاعب جاهز يخدم المنتخب سنين، او تقول لسه محتاج وقت، وساعتها القرار هيكون مبني على تقييم حقيقي. احنا لازم نتعلم من الدروس اللي فاتت، كم موهبة مصرية بره اتأخرنا عليها، وكم لاعب انفجر بعد ما بلد تانية اهتمت بيه. الموضوع مش تيبو جابرييل بس، الموضوع ان يبقى عندك فريق كامل بيراقب كل موهبة مصرية في اوروبا، لان منتخب مصر مش المفروض يستنى لاعب يبقى نجم عالمي علشان يبتدي يفكر فيه. منتخب مصر هو اللي لازم يكتشف ده من الاول ويعمل زي ما باقي المنتخبات بتعمل، وانت فاهم قصدي.